2006 كان في مسلسل كسر الدنيا اسمه تامر وشوقية. بطلة المسلسل كانت النجمة الصاعدة مي كساب، وكان طالع معاها شاب في دور صغير اسمه هيثم دبور. الشاب ده هو أحمد مكي اللي بعد كام سنة بقى من أهم نجوم الصف الأول في مصر، في نفس الوقت اللي مي كساب كانت لسه بتحارب علشان تثبت مكانتها من تاني. المفارقة دي بتلخص لغز كبير في الوسط الفني، ازاي فنانة تبدأ ببطولة مطلقة وتنجح وبعدين ترجع لورا خطوات؟ هل هو سوء حظ ولا تشتت بين الغنى والتمثيل ولا جوازة شقلبت حسابات السوق؟ في الفيديو ده هنفك الشفرة وهنعرف ليه مي كساب ما قدرتش تبقى نجمة صف أول لحد دلوقتي، بس الأهم ازاي قدرت ترجع للقمة من تاني. بقول لك ايه تامر ده واد زي الفل ورجولة، وكمان اسمه تامر وبتقول رجولة؟ لا ما هو باين. ما تسيب الكتاب وتدفع، هو انا كل يوم لازم اضربك؟ انا مش ناقصاك، ادفع. انا راجعه متعصبه لوحدي من الشغل ولسه، ده انا هفاجئك. اديله بالشبشب. يا ما قبلك حاولوا يهزونا ولا فرقوا معنا ولا شغلونا. حكايتنا بتبدأ من طنطا، وتحديدا يوم 8 ديسمبر سنة 1981، يوم ميلاد مي محمد علي كساب. مي من صغرها وعشقها للغنى كان بيجري في دمها، لدرجة انها من كتر حبها للموضوع كانت بتروح تغني في الافراح من ورا اهلها. وطبعا الشغف ده ما سابهاش لما كبرت، فبمجرد ما خلصت الثانوية العامة صممت تدخل كلية التربية الموسيقية في الزمالك، ورغم ان اهلها كانوا رافضين تماما الفكرة دي وعرضوها. حسبي الله ونعم الوكيل فيكي، انت عايزه تموتيني. تغني ايه؟ ما عندناش حد بيغني، كلميها دي عايزه تجيب لنا العار. اصرار مي كان اقوى، دخلت الكليه فعلا، وعلشان تثبت نفسها وتقدر تصرف على دراستها وحلمها بدات تشتغل وتغني في اماكن بسيطه. لكن زي ما بنقول دايما القدر بيلعب لعبته بالصدفه. البدايه الحقيقيه لمي في عالم الفن جت لما استاذها في الكليه رشحها للفنان ماجد القاسم، واللي كان وقتها بيدور على صوت نسائي يشاركوا في دويت، وصوت مي خطف قلبه من اول ما سمعه، وفعلا عملوا سوا دويتو غمض عينيه. الاغنيه دي كسرت الدنيا في الالفينات، وكانت هي شهاده ميلاد مي كساب الفنيه والبطاقه اللي عرفت الجمهور بموهبتها. من بعد النجاح ده رجليها ثبتت في السوق وبدأ طريقها الرسمي. نزلت بتاني عمل ليها وهو كليب شيل ده من ده، واللي حقق برضه نجاح كبير جدا وقتها. الردود الإيجابية دي حطت مي على أول طريق الألبومات، فقررت تاخد المخاطرة وتنزل بأول ألبوم غنائي في مسيرتها سنة 2005، وهو ألبوم حاجة تكسف. الألبوم ده نجح نجاح ساحق، وأغانيه علقت مع الناس بشكل مش طبيعي، وكان هو الدفعة القوية اللي شجعتها إنها تكمل وما تقفش عند المحطة دي. بعد نجاح كليب شيل ده من ده حصلت مفاجأة غير متوقعة شقلبت الأمور تماما في حياة مي. والدها اللي كان رافض دخولها مجال الفن اقتنع جدا بموهبتها، مش بس كده، ده كمان تحول لأكبر داعم ليها وبدأ يساعدها بنفسه علشان تاخد خطوات أوسع. الأستاذ إبراهيم عبد المجيد الكاتب الكبير صديق لوالدي، فبابايا عارف انت الأبهات بقى اللي هو بنتي كتكوتة أمورة بتمثل وتغني وبتاع، وانا اقول له يا بابا انا مش عايزه امثل. يقول لي لا لازم تمثلي، الفنان الحقيقي لازم يبقى بيعرف يمثل ويغني والتمثيل هيفيدك كمطربه اكتر كمان. فوداني امثل في مسلسل اسمه لا احد ينام في الاسكندريه. مي وهي بتمثل في المسلسل ده بتجيلها الفرصه الاكبر في حياتها، واللي معاها هتدخل عالم التمثيل من اوسع ابواب. كلمني احمد الفيشاوي وقال لي انا بدور على بنت تعمل معايا دور شوقيه، وشفتك في الكليب بتاع شيل ده من ده يرتاح ده عندك كنت بتمثلي، فقلت انا ومكي الاستاذ شريف عارفه ان في بنت مطربه جديده اسمها مي كساب وبتاع وكده، فتعالي اعملي كاستنج عند الاستاذ شريف. فطبعا كنت رايحه اللي هو رحله يعني هي اشوف شريف عارفه وبتاع. مي راحت تعمل كاستنج المسلسل جديد، والموضوع بالنسبه لها كان مجرد هزار وتجربه، وخصوصا انها كانت شايفه نفسها مطربه وما بتعرفش تمثل. لكن المفاجاه انها نجحت في الاختيار واكتشفت جواها ممثله من العيار التقيل واتقبلت في الدور ده كان شخصيه شوقيه في مسلسل تامر وشوقيه. مي ابدعت بخفه دمها وحضورها وحركاتها اللي علقت مع الناس. انت مش متصور انا ازاي اتهنت، قابلت اختك التافهه اسفه الهايفه. والمسلسل ده بقى واحد من ابرز واهم محطاتها الفنيه لحد النهارده. لازم نكون عارفين ان تامر وشوقيه كان من اوائل اعمال السيت كوم اللي تدخل الدراما المصريه، وعلشان كده لما كسر الدنيا في الجزء الاول شجعهم يعملوا الجزء الثاني سنه 2007. وليه يا حبيبي سكرتيره مش سكرتير؟ عشان مش بحب اتعامل مع رجاله. ليه؟ بيعكسوا
وهي احترمي نفسك. اللي حافظ على نفس النجاح وحقق انتشار اوسع كمان. الدويتو والكيمياء اللي كانت بين مي واحمد الفيشاوي كانت رهيبه ودخلت قلوب الجمهور من اول لحظه. عارفه يا تموره، الواحد محتاج بعد الطيقه دي حاجه حرشه كده عشان يبقى سويت اند شاور. شاور؟ انت فعلا محتاجه شاور. الذكاء هنا بقى ان مي مفيش حاجه عطلتها، ففي نفس الوقت اللي كانت بتصور فيه السيت كوم كانت بتظهر في ادوار تانية صغيره وجانبيه علشان تثبت رجليها اكتر في السوق. وفي قمه التوهج والنجاح الدرامي حبت مي تفكر الناس بانها من الاساس مطربه، فنزلت في نفس السنه سنه 2007 بتاني البوم ليها وهو البوم احلى من الكلام. الالبوم ده نجح جدا وثبت مكانتها كمطربه ليها لونها وصوتها الخاص. وفي نفس الوقت فنانة شاملة قادرة تنجح في التمثيل والغنى مع بعض. في التوقيت ده مي كانت لسه في أول سن الشباب، عندها 26 سنة بس، ومع ذلك كانت واصلة لقمة نجاحها في التمثيل والغنى مع بعض. الناس والوسط الفني كله كانوا شايفينها طاقة متحركة ومثال للبنت الشاطرة الذكية اللي قادرة تثبت نفسها في أي مكان تتحط فيه. وعلشان تستغل التوهج ده كملت مي انتشارها سنة 2008 بالجزء الثالث لتامر وشوقية. شفتي اهو شربت اهو، اجيب لها بقى شوربه والقاس منين دلوقتي؟ ما تقلقش يا تموره، انا هقوم دلوقتي اعمل له قرنبيط بالبصل. ومش بس كده، دي بدأت كمان تاخد أدوار أكبر ومساحات أوسع، فوقفت قدام النجمة عبلة كامل في فيلم بلطية العايمة، وشاركت في مسلسل أيام الضحك والدموع، ده غير ظهورها المميز والخاطف في فيلم كباريه. وبندخل على سنة 2009 ومي بتشارك في الجزء الرابع من تامر وشوقية، لكن هنا بدأت تظهر مشكلة. رتم نجاح المسلسل بدأ يقل نسبيا والسبب كان في التكرار، وكمان غياب الأعمدة الأساسية والشلة اللي الناس حبت المسلسل بسببهم زي أحمد مكي ومحمد شاهين ونضال الشافعي. ومي بذكائها لقت انها لو فضلت واقفه في مكانها النجاح ده هيسحبها لتحت، فقررت ما تكتفش نفسها بالمسلسل ده وبدات تنتشر وتظهر في اعمال تانية كتير ومتنوعه. فشفناها في فيلم بوبوس مع الزعيم ومسلسل كريمه كريمه وكمان فيلم رسائل البحر. ومع ظهور المؤشرات اللي بتقول ان سيت كوم تامر وشوقية بيلفظ انفاسه الاخيره وبيموت اكلينيكيا، وخصوصا بعد ما اعتذر بطل العمل احمد الفيشاوي هو كمان، خدت مي القرار الجريء، قررت تاخد المغامرة وتلعب على كل أوراقها، وقدمت أول بطولة مطلقة ليها في الدراما من خلال مسلسل العتبة الحمراء. أنا بس كنت عاوزة أقول لك حرب لك زي بتوع الكورة. حرب لك جاتك البلا في ملفظك. والغريب والمبهر في نفس الوقت ان المسلسل قدر يثبت نفسه ويحقق نجاح جماهيري كبير جدا. النجاح ده ما كانش سهل خالص لسبب واحد، وهو ان المسلسل نزل في موسم رمضان 2010، وده حرفيا كان واحد من اشرس واقوى المواسم الكوميديه في تاريخ الدراما المصريه، والمنافسه فيه كانت تكسير عظمي. مي بعد البطوله دي رجعت تاني للادوار الجانبيه وما كملتش في طريق البطوله المطلقه وقتها، وبقت اوقات تاخد ادوار حجمها كبير ومساحتها اوسع زي دورها المميز في فيلم 365 يوم سعادة مع أحمد عز. ولازم تفهمني دلوقتي حالا ايه الحكايه دي بالظبط، كنت بتتفرج على مين يا شباب؟ ودورها القوي في فيلم حلم عزيز. يعني انا مثلا مره حلمت ان انا وقعت في بلاعه. وحصل لك اشاره تاني يوم؟ اتوظفت عند حضرتك. واوقات تاخد بطوله ثنائيه زي فيلم كلبي دليلي، الفيلم اللي منجحش النجاح المتوقع. هنا مي كساب وقفت مع نفسها وخدت قرار مختلف تماما، قررت ترجع لملعبها الاساسي، ترجع للغنى. الموضوع كان منطقي جدا لان دي منطقتها اللي بدات فيها وكانت متميزه ومحققه فيها نجاحات كبيره، وهي في الاساس ما كانتش في دماغها التمثيل ولا كان شغفها الاول، وعلشان كده قررت ترجع لموهبتها القديمه بعد سنين طويله من الغياب. وفعلا بدات تجهز لالبومها الجديد واللي نزل تحت اسم حبيبي وعدني. الالبوم ده كصناعه ومزيكا كان قوي ومميز جدا، لكن الصدمه هنا انه فشل ذريع وما حققش اي صدى. وطبعا الفشل ده ما كانش بسبب الاغاني نفسها، بل كان وراه اسباب كتير تانية خالص. وعلشان نفهم الاسباب دي لازم نرجع خطوه لورا ونفهم طبيعه الفتره دي كان بيحصل فيها ايه. الفتره دي حرفيا كانت من اصعب واكتر الفترات اللي عانت من عدم الاستقرار سواء في عالم السينما او الغنى. احنا بنتكلم عن مرحله ثورات وهزات سياسيه في العالم العربي كله، وده طبعا اثر على كل حاجه. اما في سوق
المزيكا بالذات فالضربة كانت مزدوجة. من ناحية كانت المنصات الإلكترونية والإنترنت فرضوا سيطرتهم تماما، وشكل الأغاني والصناعة اتقلبوا 180 درجة، لدرجة إن شركات إنتاج عملاقة اختفت من المشهد، ومطربين كبار اتركنوا على الرف وما عرفوش يرجعوا تاني. ومن ناحية تانية وفي وسط الهوجة دي بدأت تظهر وبقوة موجة المهرجانات الشعبية اللي غيرت ذوق الشارع، وعلى رأس الموجة دي ظهرت الفرقة اللي هزت مصر وقتها، فرقة اوكا واورتيجا 8%، واللي خطفوا الترند والانظار لسنوات ورا بعض، وبقوا هم الصوت اللي مسيطر على كل مكان. فوق كل الظروف الصعبة دي مي خدت المخاطرة لأبعد مدى، وقررت تنتج الألبوم ده بالكامل من جيبها الخاص، ما اعتمدتش على شركة إنتاج ولا أي حد يشيل معاها، وصرفت كل مليم حيلتها على الكلمات والتوزيع والتسجيل. وطبعا لما بتشيل شيلة زي دي لوحدك وتعمل كل حاجة بنفسك نسبة الغلط بتكون كبيرة. بس الغريب إن غلطة مي ما كانتش في جودة الألبوم أو مستواه الفني، لأن الألبوم كصناعة ومزيكا كان قوي جدا ومصروف عليه بضمير. الغلطة الحقيقية كانت في التوقيت الصعب والغير مستقر اللي نزل فيه، ده غير ضعف الدعاية والتوزيع اللي خلوه ينزل ويموت في السوق من غير ما حد يحس بيه. نزل في شهر 6 2013، توقيت فظيع والثورة بعدها قامت 30/6، يعني فاللي هو ما حدش سمعه غير انا وابويا، انا وابويا لوحدينا في البيت كده. بعد صدمة فشل الألبوم ما لقيتش مي قدامها غير إنها ترجع تاني لملعب التمثيل وتشارك في الأدوار الجانبية علشان تفضل موجودة في السوق. وفي نفس السنة بتجيلها فرصة المشاركة في فيلم اسمه 8%. يا بنت بهزر معاكي، بص مش عايزه اخيب خيبتك واتجوز واتطلق وابقى ضربالي عيل على كتفي كده. جيتي الكحاليها عملتيها؟ ايوه، الاسم مش غريب عليك، الفيلم ده كان معمول على اسم فرقة المهرجانات اللي لسه مكلمينك عنها من شوية. وكالعادة في مصر اول ما مطرب يكسر الدنيا والشارع يتجنن بيه، شركات الانتاج بتجري عليه وتعمل له فيلم باسمه، وده بالظبط اللي حصل مع اوكا واورتيجا. الفيلم كايرادات ونجاح سينمائي ما نجحش النجاح الكبير اللي كان متوقع ليه، لكن لو دورنا على المستفيد الاكبر والوحيد من الفيلم ده فبكل تأكيد هتكون مي كساب ومطرب المهرجانات اوكا. من كتر كواليس التصوير والوقت اللي قضوه مع بعض بدأت تظهر كيمياء من نوع خاص وقربوا من بعض جدا. القرب ده تحول لقصة حب، والقصة انتهت بأكبر مفاجأة للوسط الفني وقتها وهي جوازهم. الكابل ده كان ميكس غريب وغير متوقع تماما بمقاييس السوق الفني، لكنه في نفس الوقت كان حقيقي وصادق جدا. الاتنين قدروا يخلقوا التوازن الخاص بيهم لأنهم بيشتركوا في صفة نادرة وقليل لما تلاقيها في الوسط، وهي التلقائية المفرطة وعدم التصنع. لكن للأسف التلقائية دي ما حمتهمش من كلام الناس. الاتنين اتعرضوا لحملة هجوم شرسة جدا، وكان النصيب الأكبر منها من نصيب مي كساب، والسبب إنها كانت أكبر من أوكا ب9 سنين. فرق السن ده خلى فئة من الجمهور ترفض الجوازة وما تقبلش، ورغم إن الكيمياء اللي كانت بين مي وأوكا واضحة وما بتخليش أي حد يلاحظ فرق السن ده أصلا، إلا إن المتنمرين ما سابوهمش في حالهم وبدأت حملات تريقة وهجوم قوية عليهم. لكن مي وأوكا خدوا القرار الصح، قفلوا ودانهم عن كل الكلام ده وما همهمش حد، وكملوا حياتهم سوا عادي جدا، وكان بالنسبة لهم دي مش أزمة. لكن الأزمة الحقيقية بقى بدأت لما مي قررت ترجع تاني لحياتها الطبيعية وشغلها. فجأة لقت اسمها وأدوارها بتتراجع لورا خطوة بخطوة، وبدل ما كانت بتاخد الأدوار المميزة اللي بتعلم مع الناس بدأت تتهمش بمعنى الكلمة. وحتى لما كانت بتشارك في أعمال تقيلة ومع نجوم كبار كان دورها بيطلع صغير جدا وهامشي، ما بيسيبش أي بصمة أو أثر عند الجمهور، وزي ما بنقول كده بتعدي عابر سبيل. وده اللي حصل بالظبط في أدوارها بمسلسلات زي سرايا عابدين في سنة 2014 وأريد رجلا في سنة 2015. أنا مش عارفة إزاي طوعتك يا جمالات في موضوع قمصان النوم دي، أنا بتكسف ألبس حاجات كده. حتى في نفس الفترة فكروا يستغلوا نجاح زمان، ورجعت بجزء جديد من السلسلة اللي شهرتها، بس المرة دي من غير أحمد الفيشاوي وتحت اسم مسلسل لما تامر ساب شوقية. العمل محققش أي نجاح يذكر وما قدرش يعوض غياب البطل الأساسي، وفضلت مي كساب في الدوامة دي وفي حالة التراجع لسنين، بتشارك في أعمال أقل بكتير من مستواها وموهبتها. والسبب في ده ما كانش فني وبس، بل كان أسري وشخصي جدا. في الفترة من 2016 ولحد 2019 مي ركزت جدا في بيتها وعيلتها، وخلفت أولادها الثلاثة من جوزها أوكا، وطبعا الخلفة والمسؤولية أخدوها شوية من حسابات السوق والانتشار. وفضلت الحالة دي مستمرة لحد ما وصلنا لسنة 2018، السنة اللي شاركت فيها مي في فيلم طلق صناعي. ورغم ان دورها في الفيلم كان بسيط ومساحته مش كبيرة، إلا ان الفيلم نفسه كسر الدنيا، وكان هو أول ومضة نجاح حقيقية تحس بيها مي بعد فترة غياب وتراجع طويلة. النجاح ده كان بمثابة مفعول السحر اللي رجع لها الحماس من تاني. تعرفي تولدي؟ Excuse me? I look a nurse. You are doctor. You bring baby. ايه؟ يعني انا شكلي تمرجية، انت اللي دكتور، يبقى انت اللي تولدها.
أيها الوغد. في سنة 2019 قررت مي إنها مش هتستسلم أبدا، وخدت خطوة جريئة علشان ترجع تشتغل بقوة على موهبتها الأساسية الغنى، وراحت منزلة ألبومها الجديد اللي كان اسمه معبر جدا عن حالتها، ألبوم أنا لسه هنا. لسه في قلبي حياة أنا مكملة. بس للأسف الألبوم ده واجه نفس مصير الألبوم اللي قبله، ورغم إنه كصناعة ومزيكا كان قوي جدا إلا إن محدش سمعه، وده كان لعدة أسباب. أولها إن الفترة دي كانت مرحلة الانفجار والانتشار المرعب لأغاني الراب اللي سحبت البساط من الكل، لكن السبب الأهم والصادم إن مي كساب للأسف ما كانتش ليها قاعدة جماهيرية ثابتة في الغنى، لدرجة إن في جيل كامل ما يعرفش أصلا إنها مطربة، فبالتالي محدش كان مستني الألبوم. مي بذكائها فهمت الدرس وعرفت إن الألبوم لوحده مش كفاية، وبدأت تخطط للانتشار من جديد، وقررت تنزل وتعمل حفلات وتواجه الناس، لكن يا دوبك لسه بتبدأ وجات الكارثة اللي وقفت العالم كله على رجل واحدة، أزمة كورونا. كورونا لما جت لخبطت حسابات العالم كله، وفي عز ما كانت الأبواب كلها بتتقفل في وشها سواء في الغنى بعد الصدمة دي أو في التمثيل اللي أدوارها فيه تراجعت وبقت مش باينة، بيجي الفرج ومفاجأة ربنا ليها في سنة 2020 اتعرض عليها دور كوميدي رجعها للمواجهة والقمة بلمحة بصر، وهو شخصية شيماء في مسلسل اللعبة. الدور ده حرفيا تحس انه متفصل ومكتوب علشان مي كساب. وهنسيب اصحابنا للاسد؟ يعني احنا لو خرجنا لهم الاسد هيعمل لنا خاطر ومش هياكلهم؟ ومفيش ممثلة تانية تقدر تعمله بنفس الروح، بشخصية لقطت كتير من خفة دم وحضور شوقية بتاعت زمان، لكن بنكهة جديدة خالص. ولما المسلسل اتعرض ورغم ان فكرته كانت جديدة ومختلفة على الدراما، الا انه عمل حالة جنون ونجاح ساحق وعجب الجمهور جدا. وفي السنة اللي بعدها على طول بنشوف مي كساب بتكمل رحلة التوهج دي في الجزء الثاني من اللعبة، والنجاح ده فتح لها الابواب من تاني، فبتاخد دور البطولة في حكاية من حكايات مسلسل زي القمر الجزء الثاني، في قصة حكاية عقبال عوضت. الدور ده كان بمثابة اعلان رسمي للجمهور اثبتت فيه مي انها زي ما هي متميزة ومكسرة الدنيا في الكوميديا، هي كمان ممثلة دراما تقيلة ومن العيار التقيل وبتقدر تبكي الناس وتأثر فيهم. المشكلة في الناس، هم اللي دايما محسسني ان انا عندي مشكلة. انا حاسة اني داخلة على معركة كبيرة قوي وانا مش قادرة. ويستمر قطر النجاح وندخل على سنة 2022 والجزء الثالث من اللعبة، ومن هنا بدأ المسلسل يتحول لظاهرة رمضانية وجماهيرية أكبر وأكبر وينتشر في كل البيوت، ومع اسم مي كساب رجع يتردد بقوة على لسان الصغير قبل الكبير. ونتيجة للانتشار والطلب ده بدأنا نلاحظ حضورها المكثف في أعمال كتيرة تانية. صحيح ممكن بعض الأعمال دي ما كانتش بنفس القوة الفنية أو كانت بتصنف كأعمال تجارية بحتة، زي مشاركتها مع محمد رمضان في فيلم هارلي أو أفلام تانية زي سنة أولى خطوة والخميس اللي جاي وفيلم آخر رجل في العالم. الأعمال دي حتى لو اختلفنا على مستواها الفني، لكن المكسب الحقيقي المي فيها إن مكانتها اتغيرت، أدوارها اتقدمت وبقت بتنزل على الأفيش كبطلة واسم كبير ومحوري، مش مجرد دور هامشي زي زمان، وبعصا سحرية بتتحول السينما والتلفزيون لملعبها من تاني، فبنشوفها بتشارك في أعمال تقيلة جدا وبتسيب فيها بصمة ما تتنسيش، زي دورها العبقري في مسلسل جعفر العمدة. ورحمة الميتين أنا بقالي أسبوعين ما سرقتش حاجة، لما قدمت شخصية سوريا رجع حبيب عيني وخطفت دموع وقلوب الناس، وبعدها حضورها القوي في مسلسل العتاولة، ده غير انها فضلت ثابته على قمتها الكوميديه في الجزء الرابع من اللعبه، وظهرت كضيفه شرف مميزه هزت الاحداث في مسلسل المداح. لو بصينا على الرحله من 2020 لحد 2025 هنلاقي ان مي كساب قررت تعمل ريمونتادا تاريخيه وتستعيد مكانتها وقيمتها الفنيه كامله، فبعد ما كانت رجعت لورا وبدات تاخد ادوار متاخره ومش شبهها، لفت الايام وشفناها بتتقدم وتكبر وبتكسب احترام الجمهور والنقاد مع كل خطوه، لحد ما تيجي المفاجاه الكبيره في موسم رمضان 2026. مي كساب بتاخد خطوه البطوله المطلقه من جديد في مسلسل نون النسوه. طول عمري بقدم حاجات مفيده للبنات، حرام عليكم نجمة المواقع. والمسلسل ده برغم انه ممكن ما كانش الرقم 1 في المشاهدات وسط زحمه الموسم، الا انه حقق نجاح محترم جدا وعجب النقاد والجمهور اللي اشادوا بنضجها الفني. ومي ما بيكونش عندها وقت للراحه، فبمجرد ما بيخلص رمضان ومفيش كام شهر بنلاقيها مكسره الدنيا من تاني في الجزء الخامس من مسلسل اللعبه، وخلاص الدويتو بتاعها مع هشام ماجد بقى ليه مكانه خاصه جدا، وبقى واحد من الركائز الاساسيه اللي الجمهور بيستناها في المسلسل من جزء لجزء. لعيب كوره مشهور جدا. بيلعب بره ولا جوه؟ بره. انا وانت نعرفه نعرفه. الكيوي ايه يا ابن الجزم؟
مي كساب كانت تقدر تبقى دايما في الصفوف الاولى وما تقلش حاجه عن اي ممثل كوميدي ناجح على الساحه، لكن دخولها في كذا طريق من الفن وادوارها اللي كانت بتختارها بشكل عشوائي كانت سبب كبير في وقوعها في فتره طويله من حياتها. يعني مثلا لما نجحت في اول وتاني ألبوم ليها في الغنى لما كنا لسه في 2007 ما كملتش على نفس النجاح ده علشان تبني اسم كبير تقدر تعتمد عليه مع الوقت. بعدها لما اتجهت للتمثيل ونجحت مع ممثل تقيل زي احمد الفيشاوي كان لازم تاخد وقتها وتشارك في ادوار تانية، او على الاقل لما نجحت نجاح متوسط في العتبه الحمراء وشافت مكي اللي كان طالع على ايدها في تامر وشوقية عمل الكبير كان لازم تراجع نفسها كتير وتحاول تقدم حاجه مختلفه وحاجه قويه وتركز اكتر في اختياراتها. لو بصينا على وضع مي كساب الحالي هنلاقيها قدرت ترجع للساحه بشكل ممتاز في اخر فتره من بوابه الاعمال الدراميه التلفزيونيه، وخصوصا لما وقفت جنب نجوم كبار في السوق. لكن في نفس الوقت لو ركزنا على السينما هتلاقوا افلامها واقعه تماما لانها موجوده في الفيلم مع فنانين متوسطين، وده بيثبت لنا ان مي بارقها وموهبتها بيبانوا وينفجروا اكتر لما بيكون معاها في العمل ابطال قويه يشيلوا معاها ويسندوا، وانها في المرحله دي محتاجه تركز اكتر على اللي بتقدمه وتختار ادوارها بعنايه حتى لو هتكتفي بعمل واحد او عملين بس في السنه علشان تقدر تحافظ على مكانتها ويفضل اسمها موجود دايما على الساحه.